ازاي تبدأ تسويق الكتروني من غير ما تدفع جنيه؟ في زمن السوشيال ميديا والإنترنت بقت الفرصة متاحة لأي حد إنه يبدأ في التسويق الإلكتروني من بيته من غير ما يدفع فلوس كبيرة أو حتى جنيه واحد، سواء كان عندك مشروع صغير أو حابب تطلق فكرة جديدة أو عندك أدوات مجانية جديدة عايز تضيفها. طرق الذكاء دي هتخليك تعمل خطة تسويقية متكاملة وتجيب عملاء من غير ما تصرف ولا قرش. في الفيديو ده هنعرض لك خطوة بخطوة ازاي تبدأ تسويق إلكتروني من غير ما تدفع جنيه. الأدوات والاستراتيجيات اللي هتستخدمها: أول حاجة التحضير والتخطيط. واحد، تحدد الهدف والجمهور بتاعك صح. قبل اي حاجه لازم تعرف انك بتستهدف مين: شباب، ستات، اهالي، جمهور متخصص في مجال معين مثل الرياضه، طبخ، تكنولوجيا الخ. حدد هدفك بوضوح. هل عايز تتعرف على علامتك التجاريه، تجمع ليدز، تبيع منتج، خدمه معينه؟ الهدف هيساعدك بكتير. تختار القنوات والاساليب الصح. اتنين، بنى الهويه البصريه والشفهيه. خلي عندك اسم علامه تجاريه واضح وسهل الذكر وشعار مجاني تخصصه بنفسك. على كانفا على سبيل المثال جهز دليل صوت قصير ان هو يقدر يحدد لك بوضوح ايه الهدف بتاع البراند بتاعك. تالت حاجة انشاء محتوى مجاني. المدونات والمقالات، تستخدم منصة زي بلوجر او وورد بريس انها تقدر تنشئ لك مدونة او مقال. اكتب مقالات قصيرة 500 ل 700 كلمة مثلا عن مشاكل جمهورك وحلولها، وحط روابط لصفحات التواصل بتاعتك. كل فترة اعمل اس او بسيط عشان تزود فرصة ان انت تتشاف على السوشيال ميديا. وكمان حسن فيديوهات قصيرة بتاعتك الريلز والشورت. صور فيديوهات 30 60 ثانية بكبيرك من موبايلك، اشرح فيها نصايح، اتكلم عن البراند بتاعتك، اعرف حل بيها حلول. وتستخدم الريلز والشورتس بحساب مجاني خاص من غير ما تدفع جنيه. استخدم هاشتاجات شعبية عشان توصل أكبر عدد من الناس. رابع حاجة هي البوستات والصور، لازم تهتم بيها جدا. استخدم كانفا عشان تقدر ان انت تحسن من الصور بتاعتك والبوستات، وتقدر ان انت تنشر بشكل يومي، متوقفش نشر لأي سبب. أدوات تسويقية مجانية زيادة: أول حاجة أدوات إدارة المحتوى، بفر وهوت سوت. ووفر وقتك وخلي محتواك ثابت. وأدوات التحليل بتاعتك هتساعدك كمان زي جوجل أناليتكس وفيسبوك داتابيز وخلافه. شوف البوستات دي لو حابب تركز وتفهم أكتر. أدوات البريد الإلكتروني المجاني مثلا زي ميل شيب، لحد 2000 مشترك ممكن تجمع ليدز بسهولة جدا وبدون ما تدفع أي حاجة. وكمان تنشر لهم نشرة أسبوعية مجانية فيها محتوى قيم ومعروض. وأدوات الأفكار اللي أنت ممكن تستخدمها هي Answer the Public اللي عشان تفهم الأفكار والناس بتسأل على إيه، وجوجل ترند عشان تعرف إيه الترند في منطقتك واللي مبني عليه استراتيجيتك. وتالت حاجة لازم تفهم كويس جدا إزاي تستخدم الاستراتيجية وتتعاون مع الشركاء في إن أنت تعلي الريتش بتاعك وتقلل مصاريفك جدا إن ما كانتش معدومة، سواء تستخدم انفلونسر ماركتنج أو تستخدم الماركتنج العادي. اعمل تاج لصاحبك في الكومنت واكسب، ده على سبيل المثال طبعا. عندك المجموعات والمنتديات، لازم تخش وتتابع فيها الناس وتتكلم معاهم بشكل واضح وتشرح لهم بنيتك وتشرح لهم افكارك وتشرح لهم انت ازاي عايز توصل للمحتوى بتاعهم. وفي نفس الوقت اللي هتلاقي كمان ناس كتير في المنطقة المحلية بتاعتك محتاجين الخدمة بتاعتك. ابدأ اشرح لهم خدماتك وتعلم منهم، سواء مثلا الناس مهتمة بديجيتال ماركتنج في القاهرة او غيره. وده كمان هيساعدك ان انت تظهر على بحث جوجل، ان انت تظهر في المنطقة بتاعتك. اعمل لايف كل فترة كده على الفيسبوك والانستجرام، تشرح فيه موضوع مهم، تجاوب على أسئلة الجمهور وتحسن التفاعل الفوري بتاعك، وده بيدي مصداقية ويزود وصول بس المتابعين. القسم الخامس المتابعة والتحسين المستمر. لازم تقيس أداء حملاتك باستمرار. راجع جوجل أناليتكس وأدوات السوشيال ميديا مرة كل أسبوع على الأقل. محتوى جاب كلام من الآخر، أي قناة بتحقق ليدز أكتر. حدد مؤشرات نجاحك وحدد خطتك بناء على الأرقام. التجارب والتحسين لازم يكمل معاك. جرب نوعين مختلفين من العناوين مثلا، بينهم فواصل زمنية مختلفة في النشر. قيم النتائج واختار الأفضل. التعلم المستمر هو سر النجاح. تابع قنوات مجانية زي مثلا يوديمي أو ديجيتال ماركتنج على اليوتيوب. اشترك في قنوات ومدونات بتقدم أفكار جديدة كل فترة. بإمكانك تستخدم أدوات كمان كتيرة زي مثلا بفر وزي أدوات بيزنس سوت ان انت تحسن وتعمل سكادجول للمحتوى بتاعك. خلي مسيرتك اسرع واقوى. جرب النصائح دي فورا وصدقني هتفرق معاك كتير جدا. قبل ما تنشر لازم تفهم كويس انت بتنشر ليه وبتنشر لمين، ده اهم حاجه وده مربط الفرس بالنسبه لك. لو عجبك المحتوى ده وعايز تكمل وحاببنا ان احنا نكمل، اكتب لنا في التعليقات. لو ان انت شايف حاجه جديده ممكن نقدر نضيفها، اكتب لنا برضو في التعليقات. متنساش لايك والشير والكومنت. وسلام.